السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في موضوع جديد. وهذا الموضوع اللي اخترناه اليوم هو كالتالي: علاش أن الدولة أو الحكومة، كمثال الحكومة الإسبانية، تتسهل التجمع العائلي للناس المهاجرين. حنا غادي نناقشوا مجموعة من النقاط، وتنتمنوا أنكم تستافدوا معنا، أو ديروا لنا شي تعليق على أساس على شي نقطة أنها ما شرناش ليها، أو بغيتوا نناقشوها في مواضيعنا الجاية إن شاء الله. ف في 2023 2022 قامت الحكومة بمجموعة من التعديلات على القانون ديالها الجديد، وقامت بتسهيل وتسريع عملية التجمع العائلي للمهاجرين، وهو يعني ضم أحد الأفراد إلى أو لم الشمل ديال الأسرة. فكان الهدف ديالهم، أو من بين الأهداف ديالهم، لحقاش هما أنهم تيشوفوا دائما بعيد، ماشي كدولة عربية تتشوف عقريب أو متخلفة. فهاد الدول الأوروبية والدول المتقدمة لابد أنها دائما تتشوف بعيد، وتدير برنامج بعيد لمدة 10 سنوات أو 15 سنة، لا في المجال السياسي، ولا في المجال الحربي، ولا في المجال الاقتصادي، ولا في المجال ديال المعلوميات. هي حقيقة مواضيع كتيرة كتيرة، علاش أنها تفكروا أكثر من العرب، لأن الأعراب دائما متأخرين كثيرا في التفكير ديالهم وفي السياسات ديالهم بزاف. إذن نرجعوا للموضوع ديالنا، هو أن أوروبا الآن آه، عندها البطالة. إذا نوقفوا على هذه النقطة، لأن مجموعة من الناس غادي تقول بأن واو، أوروبا فيها البطالة. إيه، فيها البطالة، فيها بطالة. فإسبانيا الآن فيها واحد بطالة إلى كنتي طالعتي. اليونان متفوقة عليها. المهم الدول الأخرى متفوقة عليها إذا في البطالة. ولهذا الآن داروا برنامج ديال التوظيف، تخلص منه، اللي ما عرفش كيفاش يتقيد في CEP ولا سيغورو سوسيال، ما كاين مشكل يصيفط لنا التعليق، وحنا غادي نعمروا ليه الدوسي ديالو. وراه عاطين شهرين أو 3 أشهر ديال التقييد ابتداء من أكتوبر بدا هادشي. إذا هذا ماشي هو الموضوع ديالنا. ثانيا، إذا هاد المسألة ديال التجمع العائلي تيستقطبوا الأولاد ديال المهاجرين، لأن أوروبا تتعاني من العنوسة. وتتعاني من العنوسة، يعني من الشياب ومن الأطفال ما عندهمش يعني في المجال ديال الأسري. وثانيا أن الفلاحة تستقطب أكبر كبير من الجاليات المتعددة باش تخدم لهم في الضيعات ديالهم، لأن النصارى ما تيرضاوش وما تيبغوش يخدموا في الضيعات الفلاحية. اللهم إلا كان هو مسؤول أو كارغاو أو كما تنسميوه كابران. أما يشد الخط ديالو، فما يقدش يشد الخط ديالو لمدة سنة أو سنتين على التوالي. ولهذا هم في حاجة ماسة إلى اليد العاملة في المجال الفلاحي. ونضرب لكم مثلا، فالمغرب دائما كل عام تتصيفط العيالات ديالها أزيد من 15,000 وحدة في ولبة، وتيقطعوا الكونترا ديالهم، وتيحاولوا
يتسربوا في مناطق أو في مدن إسبانيا، وتعانيو من الفقر ومن التهميش ومن الاستغلال ومن بزاف ديال الحوايج. كاين تاني إذن هاد السنوات اللي توافدت عليها مجموعة من المهاجرين هما اللي بناو هاد الاقتصادات ديال الدول المتقدمة في جميع المجالات، وساهموا في التنمية ديال الخزانة العامة، في العمل وفي التوظيف. والأجمل واللي زوينة عندهم هما أن بفلوسنا تيخلصوا الناس المتقاعدين ديالهم، يعني الناس اللي كبار. وفي المجال ديال السكن أننا استولينا على الديور ديالهم، ولينا تنكريو بواحد تمن مرتفع وتمن خيالي، والديور بعد سنة وتيتزاد الثمن ديال الديور. ولهذا تنشوف بأن الجاليات ساهموا في البناء ديال الدول الغربية. نواصل النقط الأخرى. والمشكل باش ما نطولوش الفيديو، المشكل هو أن ملي تيجيبوا ولادهم هاد صحاب التجمع العائلي، فالقيم الإسلامية فهي مشات. ف ملي تيتولد واحد الوليد هنا تيمشي با أو مو وتيديرو ليه الجنسية، إذن ها هو تجنس، ها هو تيكبر ما بقاش تيعرف العربية، وما تبقاش السيطرة ديال الوالدين عليه. كما تنشوفو في الشارع دابا كاين الفساد الأخلاقي، خصوصا في الوليدات ديال التجمع العائلي. تتشوفهم في الطريق أنهم تيهضروا باللغة الإسبانية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإيطالية، أما اللغة العربية فلا يقشع فيها. إذن هذا مشكل. مشكل تاني ديال التجمع العائلي هو أن ملي الواحد تيجيب مرتو وولادو ما تيقدش باش يقابلهم هو بوحدو. علاش ما تيقابلش؟ لأن النومينة أو الخصة ديال الشهر ما تتكفاه، تكون مصاريف كثيرة، ولهذا تضطر باش المرأة حتى هي تلتجئ للمجال ديال الخدمة، حتى هي تهز الصك ديالها وتهز البوط ديالها وتخرج باش تخدم. إذن كاين محاسن ديال التجمع العائلي أنك تجيب ولادك، ولكن كاين مصاريف كثيرة، وكاين القهرة، وكاين العمل المضني، وكاين المصاريف كثيرة، وكاين الدار غالية والكرا غالي، مما يضطر أن كلكم تدخلوا باش ونكتفي بهذا القدر إلى موضوع آخر إن شاء الله. لا تنسونا بالتعليق ديالكم أو شي حاجة ما قلناهاش، وشكرا.